مع شروق شمس غدا الخميس ستشهد الأرض كسوفا للشمس مدته 3 دقائق و40 ثانية في ظاهرة تعرف بحلقة النار أو الضوء. هذا الكسوف حيكون الثالث والأخير في 2019، ومن المتوقع أن يتمكن سكان السعودية وقطر والإمارات وعمان من رؤية الكسوف بوضوح، إضافة إلى مناطق في جنوب الهند وسريلانكا وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا. وأفضل مكان لرؤية هذه الظاهرة بحسب ما أعلن مختصين حيكون من الهفوف شرق السعودية. الناس على منصات التواصل اهتمت بشكل كبير بموضوع الكسوف، فنشط هاشتاج باسم الظاهرة، كما كانت ضمن أكثر ما بحث عنه الناس في السعودية على جوجل. طيب، الكسوف قالوا الخبراء أنه هذه المرة حيكون اسمه حلقة النار، وهو مختلف عن الكسوف العادي. فإيش هي هذه الظاهرة وليش مختلفة؟ طرحنا في تفاعلكم هذا السؤال على المختص محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي، وجوابه في المقطع التالي. لماذا يسمى هذا الكسوف بالكسوف الحلقي أو بكسوف حلقة النار؟ في الحقيقة الكسوف يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس، فيحجب القمر إضاءة الشمس عن الأرض. إذا وقع القمر بين الأرض والشمس وكان القمر بعيد نسبيا عن الأرض، فإن حجم القمر سيكون أصغر من أن يغطي كل قرص القمر، وبالتالي عندما يقع القمر في المنتصف بيننا وبين الشمس فإنه سيكون على هيئة قرص أسود يقع داخل قرص الشمس، يكون حجمه الظاهري أصغر من حجم الشمس التي نراها، وبالتالي ستظهر بقية الشمس على هيئة حلقة تحيط بالقمر الأسود المظلم. لذلك يسمى بالكسوف الحلقي أو يسمى بكسوف حلقة النار، لأن هذه الحلقة التي تحيط بالقمر تشبه هذا الشكل. الآن ما أهمية هذا الكسوف؟ الحقيقة أهمية هذا الكسوف تكمن في ندرة هذا الكسوف. الكسوف الجزئي قد يحدث فوق المنطقة نفسها بعد مثلا سنة، سنتين، 4، 5 سنوات. أما الكسوف الحلقي فتكرار حدوثه نادر بشكل عام. فآخر كسوف حلقي شهدته مثلا المملكة العربية السعودية كان عام 1922، والكسوف الحلقي القادم سيكون بمشيئة الله عام 2049. وككل مرة قبل كل كسوف بدأت التحذيرات عبر منصات التواصل من النظر للشمس دون حماية، والتذكير بأنه رغم جمال المنظر بس الأشعة الصادرة خطيرة للغاية. سألنا المختص محمد عودة عن هذا الموضوع أيضا، نتابع إجابته. الكسوف بحد ذاته ليس خطرا، إنما الخطر هي الشمس. النظر المباشر نحو الشمس بدون وسائل آمنة يسبب أضرار بالغة وقد تكون جسيمة للعين. لذلك من يريد مشاهدة هذا الحدث يجب عليه استخدام الوسائل الآمنة، اللي من ضمنها وأشهرها وأسهلها هي النظارات المخصصة للكسوف، ليست النظارات الشمسية العادية. هناك نظارات مخصصة للنظر إلى الشمس، هذه هي الوسيلة الآمنة. عدا ذلك النظر نحو الشمس لفترة طويلة سواء وقت الكسوف أو غير الكسوف يسبب أضرار بالغة جدا، قد تصل لا سمح الله إلى درجة العمى المؤقت أو الدائم. لماذا دائما يكون التحذير وقت الكسوف مع أن الخطر مستمر ودائم؟ لأن في الأيام العادية لا يوجد دافع للشخص لينظر إلى الشمس، أما وقت الكسوف يصبح هناك دافع للناس للنظر نحو الشمس، ولذلك نحذر من النظر نحو الشمس.